سورة الذاريات، وفي إنما توعدون واقع في سورة المرسلات. فأنت لما تيجي تقرأ في سورة الذاريات لازم تحفظ المتشابهات دي، عشان لو قرأت في سورة الذاريات ممكن يختلط عليك سورة المرسلات فتروح ملخبط. فلازم تحفظ الاثنين عشان تبقى عارف. طيب المتشابهات في القرآن قد إيه؟ لا المتشابهات لا تحصى كتيرة عدد. يعني مثلا احنا الكتاب بتاعنا 5000 متشابه. 5000 متشابه، كل يوم ليا 70 صفحة في المتشابهات. الكتاب بتاع المتشابهات 5000؟ لا الكتاب 1000 ورقة. 1000 ورقة. 5000 متشابه. في 5000 متشابه. أنا بقول لك متشابهات اللي بتقول كتير. 5000 متشابه في القرآن في 1000 صفحة. في 1000 صفحة. وبتقرا 50 صفحة كل يوم في 70 صفحة. نعم. بياخدوا قد إيه منك بقى؟ لا ساعة زمن، ساعتين. ساعة زمن. وصلنا كده لغاية بالليل احنا. لا. طب قول لي. ما من الساعة 5 لغاية الساعة 6 خلاص. طب وبعد كده خلاص اللي عليا. ابدا بقى مثلا انا بدرس ده كده انا خلصت مراجعة الحاجات اللي انا خدتها قبل كده. ابدا الجديد بقى انا بحفظ في الجديد. اوبا. مثلا بحفظ في تفسير، يبقى ليا مثلا ساعة تفسير احفظ فيها النهارده مثلا 5 صفح. ليا مثلا علم مقارنة الاديان، ليا كتب براجعها، ليا كتب مثلا فيها مغالطات، هنا غلطوا في حاجه زي كده في الانجيل، في انجيل لوقا، في انجيل متى، في انجيل كذا، في انجيل كذا، هنا حصل مغالطات هنا. طب ايه الفرق بين ده وده؟ طب الانجيل نقد التوراه، طب الانجيل نقد القران، على حسب كل ده مثلا بياخد معايا ساعتين. يبقى مثلا دخلنا في ساعه. طب حاجه ما عرفتهاش بقى بتستنى تسال عليها مين؟ شيوخ. مولودين بقى فين بقى؟ انت مشيوخ في الجامع ولا فين حته شيوخك؟ لا ما كل شيخ كان في، يعني الشيخ اللي علمني القران حفظ كان عندي في منشيه ناصر الله يبارك له فضيلة الشيخ عبد الشكور محمود. ده علمني القرآن. عندنا في كتاب عمر بن الخطاب. جيت بعد كده اتعلمت القراءات على ايد الشيخ سيد هارون ابو الدهب والشيخ علي محمد توفيق النحاس وفضيلة الشيخ مصباح ابراهيم الشيخ. جيت بعد كده اتعلمت الحديث على ايد الشيخ وحيد عبد السلام بالي. وبعد كده خدت اجازات في حفظ من الشيخ عبد الفتاح مدكور والشيخ ياسر الزغبي. فكل شيخ ليه حاجته. وطبعا كل شيخ من دول ابعد من التاني. يعني مثلا الشيخ سيد هارون كان في الجيزه، الشيخ مصباح كان في كنت بتروح المشوار ده كل يوم؟ طبعا. احنا كنا من كتر كنا ساعات ممكن نقيم هناك. احنا قعدنا 6 اشهر بره البيت عند الشيخ. الشيخ كان عامل مجمع اسلامي، قاعدين بره البيت 6 اشهر. بسم الله ما شاء الله. بعد كده مثلا الشيخ مصباح ابراهيم الشيخ ده في كفر الشيخ، نروح كفر الشيخ على حسب كل شيخ موجود فيه. طيب وصلنا احنا لغايه الساعه 7 اقول كده؟ الساعه 8 بالليل. طيب خلصنا بقى كده ولا لسه في حاجه تانية؟ لا اتعشيت كده مثلا اتعشى مثلا لغايه الساعه 9 اصلي العشاء. والمغرب طبعا صليته؟ نعم المغرب صليته. طبعا. اصلي العشاء لغايه الساعه مثلا 9 وخلاص كده خلصت يومي. لو انا ما قصرتش في حاجه من الحاجات دي بقى ليا مثلا لعبه ترفيه ساعه. تعمل ايه بقى في الساعه ديت؟ العب فيها مثلا مع اخويا، العب فيها مثلا مع ابن تطلع بره؟ لا ما فيش طلوع بره خالص، احنا في كنترول. الله اكبر على الكنترول. ما طلعش بره ليه؟ لاني لو طلعت بره ممكن اتاثر بالناس اللي بره. مثلا واحد شتم شتيمه كده، واحد قال لفظ مش كويس، فممكن اتاثر بيهم. فاحنا عاملين كنترول ان احنا من البيت للجامع للعلم مالناش دعوه بالكلام ده كله خالص. ماليش دعوه. انا العب مثلا بابايا مثلا. تلعب ايه بقى؟ في ايه تعمل؟ يعني مثلا العب كوره، احنا عندنا فسحه كده بتلعب فيها. فبنلعب مثلا انا بتعرف تلعب ولا لا؟ الحمد لله. طب والله الحمد لله. برضك من ساعه حضرتك كنا في الحلقه اللي فاتت كابتن ابو تريكه قابلني هو كابتن اسامه حسني وقعدت معاهم. وانت رحت النادي الاهلي هناك؟ كابتن اسامه بدري وايام ما كان ماسك. انت اهلاوي مش كده؟ اهلاوي صميم. وعاجبك الاهلي كده انت؟ عاجبك متعالد مع مولوديه اهوت؟ الحمد لله. طيب تلعب شويه كوره تيجي بقى تنام الساعه كام بقى؟ على نص ساعه كده ساعه وبعد كده ابدا انام عشان اصحى بكره بدري. طيب ايام المدرسه بقى الفيلم ده كله بتلخبط بتعمل ايه؟ ولا انت ما بتروحش بقى المدرسه؟ لا طبعا ما ينفعش ما اروحش المدرسه. انت في سنه ايه دلوقتي يا شريف؟ انا رايح اولى اعدادي. اولى اعدادي. فانا مثلا في المدرسه طبعا بصحى الساعه 6 الصبح بروح على الباص. بدل ما انا في الباص بقعد العب مع ده واهزر مع ده وبتاع، لا انا معايا مصحفي اراجع البورد بتاعي. تخبط لك جزء ولا حاجه يعني تقرا لك جزء؟ جزء ايه؟ احنا مثلا عقبال ما نروح المدرسه. هي المدرسه فين؟ هي المدرسه في مدينه نصر. نروح المدرسه مثلا المدرسه في مدينه نصر عقبال ما نروح نص ساعه مثلا. ده مثلا جزء. عقبال مثلا ما يضرب طابور الصباح نص ساعه. ومثلا الحصص الفاضيه في المدرسه مثلا الاستاذ غاب كده ولا كده نص ساعه. يبقى ايه؟ يبقى انا بدل ما انا هروح البيت يبقى عليا لسه 6 اجزاء. خلص 3 قول. خلص مثلا 3 في المدرسه يبقى انا عليا 3 بس. والله. وطبعا بيبقى اقل في الورد
ليه معايا مثلا في المتشابهات مثلا بدل 70 بيبقى مثلا 45 مثلا في طب انت بتستفيد في المدرسه دي؟ طبعا. بقول بتستفيد ايه؟ انا مدرستي كانت من افضل المدارس اللي هي مدرسه المجمع، مدينه نصر النموذجي، والعميده بتاعتها ربنا يبارك لها الاستاذه سميه كانت مخليه المدرسه رقم 1. احنا سيبنا دلوقتي من النظره، بس انت ايوه احنا في المدرسه كنا بنتعلم تعليم صح. انت دلوقتي في المدرسه يعني انت النهارده وانت تحفظ القران الكريم، وانت تحفظ 11,000 حديث، وانت تحفظ القراءات، وانت تحفظ المتشابهات، وانت تحفظ الكلام ده. المفروض ان احنا نخش بقى كان دلوقتي على طول على حاجه انت بقيت اكبر من الحاجات دي كده يا شيخ شريف. بص حضرتك يا استاذ ابراهيم، وانا والله العظيم احنا لما المدرسه قال لك في قانون حكومي ومش هينفع تتعدى كلام زي كده. انا دي مش مشكلتك على كل حاجه، عشان لحسن انت لو قلنا حاجه ممكن يطلعوك من المدرسه. مالناش دعوه بالكلام ده دلوقتي، نبقى نشوف الموضوع ده مع حد تاني. ما هو يعني بس عايز اقطع كلام الشيخ شريف. انا النهارده الثابت يقينا بفضل ربنا سبحانه وتعالى ان انا امام عبقريه. الله يجزاك. فهل نترك هذه العبقريه النهارده ونخش بقى نروح في المدرسه عشان نحفظ في اولى اعدادي بياخدوا مثلا اي حاجه في اي موضوع، وكل الحاجات اللي هياخدها انا في المفترض ان في حاجات الثقافه العامه المفروض ان احنا نعلمها له، بس احنا نفضي له وقتنا كله ليتعمق ويدرس ويبرح في هذا الكلام. هذا الكلام اللي هو بتاع الناس العباقره المفروض يبقى لهم حاجه. دي حدوته ثانيه عشان الوقت اصله قليل. ما علينا يا شيخ شريف. طيب انت قريب قوي انا قريت في الجورنال كان في الاهرام كانوا عاملين، ورحت الاهرام كان في المسابقه بتاعت الخرافي ولا كانت مسابقه الخرافي الثانويه. اخدت ايه بقى؟ انت طلعت الاول بقى؟ الحمد لله طلعت الاول. احكي لي على المسابقه دي، حكايتها بقى. بص حضرتك اقول لحضرتك المسابقه بالتفصيل لكن على عجاله باذن الله ان شاء الله يا عم شريف. انا في الاول دخلت مسابقه على مستوى القاهره. وبفضل الله خدوا 3 من القاهره، كنت الاول عليهم. بانبهار المشايخ الحمد لله. ده كله في القراءه، في الحفظ ولا في الحفظ ومتشابهات وكل شيء؟ كل حاجه بيسالوكوا فيها؟ كل حاجه. اوبا. حفظ ومتشابهات وكل شيء. بس وبيخشها بقى اي حد في اي سن بقى؟ يعني كان ناس كبار معاك؟ كان مستويات، يعني مثلا انا كنت في سن الاطفال لغايه مثلا 14 سنه. في سن تاني سن الكبار لغايه مثلا 35 سنه. طلعت الاول اللي انت على في سنك؟ في سني. اللي دخل في سن قد ايه بقى؟ 50,000 متسابق. بسم الله ما شاء الله. في القاهره دخل 50,000، خدوا من على مستوى المحافظه خدوا 50,000، على مستوى الجمهوريه خدوا 3 من القاهره. يعني من 50,000 دخل المسابقه 50,000. مثلا المسابقه دخل على مستوى مصر 50,000. خدوا المحافظات من كل محافظه. خدوا المحافظات كلها 300. تمام. بعد ما خدوا المحافظات كلها 300 خدوا من كل محافظه 3. وبعد كده كنت انا الحمد لله كنت الاول على ال3، وطبعا المشايخ كلها انبهرت بيا. دخلت بصفي دلوقتي على مستوى على المحافظات بقى. على مستوى الجمهوريه. دخلت مستوى الجمهوريه، المشايخ كلها انبهرت الحمد لله. انبهروا ليه بقى؟ عملت ايه يا اخويا؟ قول لي. لان انا الحمد لله دخلت مثلا كان بيسال طبعا كل مرحله سألك. طب قول لي ايه اللي في الامتحان النهائي بقى؟ قول لي كده في الامتحان النهائي مراحل الامتحان، لان انا صفيت 4 تصفيات. طيب خليني في التصفيه الاخرانيه. قول لي في التصفيه الاخرانيه. التصفيه الاخرانيه كان فيها متشابهات الصعبه، يعني مثلا لما يقول لي ان سالت في ايه؟ مش مثلا قول لي انا سالت في كذا. يعني قال لي مثلا الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. في 4 مواضع فيها. في 4 مواضع. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. في فرق بقى. في فرق بين الا في فرق بين ان. لو لخبطتي دي مكان دي يبقى انت سقطت. خلاص. انما هي الا في 4. الا في 4 في اول ايات، وفي واحده 5 في نص الايه. فلما تيجي تقول مثلا ده في القران كله. في القران كله بقى بيسالك في القران كله. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. ففي واحده في سوره الشعراء الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. في واحده في سوره الانشقاق الا الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون. في واحده في سوره التين الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون. في واحده في سوره العصر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. في واحده بقى 5 لغايه نص الايه اللي هي الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود اننا فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا واناب في سوره صاد. فدي متشابهه مكونه من 5 مواضع. 4 في اول ايه دول سهلين، الخامس بقى ده في اللي محشوره في النص ديت. دي بقى اللي يجيبها ده بقى اللي هو يكون متمكن في المتشابهات. فقالوا لك عليه اللي جبتها انت. مثلا قال لي ايه الاصطفاء في القران؟ يعني الواحد مثلا ممكن يقول لك ايه ان الله اصطفى كمل، لكن لما يقول لك صفه يعني مثلا اذكر لي الصبر في القران، الصدق في القران، هو قال لي كل صفه الاصطفاء يعني اصطفينا في القران ذكرت لهم كلهم. مثلا كم واحده كانوا؟ لا ده كتار، يعني مثلا يدخلوا في 20 واحده. طب قول لي انت ايه قلت بقى؟ يعني مثلا ان الله اصطفى ادم ونوح وآل ابراهيم وآل عمران في سوره ال عمران
ان الله اصطفى لكم الدين، دي في نص الايه برضك ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون. جيت عندي بتاعه سوره صاد اللي هي وانهم عندنا لمن المصطفين الاخيار، قال لي هات لي قبلها بصفحه. قبلها بصفحه بقى؟ قبلها بصفحه اللي هي عنده واذكر عبدنا ايوب اذ نادى ربه، قال لي هات لي قبلها بصفحه. هو انت لما قال لك صفحه بتبقى القران قدام عينك؟ بيبقى انت حافظه قدام عينك؟ بص حضرتك، كان في عالم جليل قال ان القران العين مكنه تصوير للقران او لاي كتاب، ده عباره عن مكنه تصوير. فانت دلوقتي القران من كتر انا براجع عليه لذلك براجعه غايبا دلوقتي، من كتر ما انا براجع عليه حفظت المصحف. فلما براجع دلوقتي اكني مصحف قدامي. لما لك ارجع صفحه بقى شفتها. ارجع صفحه، انا كنت في مثلا في نص الصفحه الشمال، دلوقتي هرجع صفحه هيبقى عندنا واذكر عبدنا داوود او واذكر عبدنا ايوب. مثلا انا كنت في نص الصفحه اليمين، هرجع صفحه لغايه الشمال اللي هي مثلا جنات عدن مفتحه لهم الابواب، على حسب ما هو بيقول لي. فالقران قدامي اكنه مفتوح. فالحمد لله بتسلم الاختبار. بعد كده دخلونا في مسابقه اسمها مسابقه المتميزين. دخل معايا 9 افراد، 9 افراد طبعا متميزين. فالحمد لله خدت الاول عليهم، لدرجه ان الشيخ كان في المسابقه قال لي ان انت هتمثل مصر في الكويت، لان هم مسابقه الخرافي دي عاملينها بتاعت الكويت. فانا خدت الاول على مصر. ففي واحد خد الاول مثلا على الكويت، وواحد خد الاول على سوريا، كل واحد خد الاول هيدخلونا مسابقه في الكويت، وهنمثل مصر ان شاء الله، هنمثل مصر هناك. امتى؟ والله هو ما حددوش. طيب طلعت الاول، سالوك في ايه بقى يا شيخ شريف في المتميزين بقى، في ال9 دولت؟ في المتميزين تميز صوت، هل انت صوتك جميل؟ تميز حفظ. طب وانا لما قالوا صوتك جميل قريت ايه انت؟ او اختار لك حاجه تقراها ولا انت قرات؟ لا هو قال لي اقرا ما تشاء، لكن بقرا مثلا بالتجويد، يعني مثلا اسمع حضرتك حاجه عشان نلحق، عشان الوقت. باذن الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن